عارفين اليوم اللي بتبقوا مكسلين تقوموا تعملوا فيه غدا؟ تعالوا اقول لكم على طريقة صينية فراخ بالخضار سهلة وسريعة وبتطلع خطيرة. كل اللي هتحتاجوه بهارات الفراخ وتوابل المشويات الخطيرة من باب الشام، وممكن كمان تحطوا كاري بيست لو بتحبوا الفراخ سبايسي. طلعوا بقى كل الخضار اللي عندكم وقطعوه، وممكن كمان تزودوا عليها مشرومز. تعالوا بقى نعمل التتبيلة اللي هنحطها للفراخ. هنحتاج زبادي وزيت زيتون وتوم وليمون، واهم حاجه السبايسز بتاعت باب الشام اللي قلتلكوا عليها، بهارات فراخ وتتبيله المشويات الخطيره. انا كمان زودت كاري بيست، لو مش عايزين كاري بيست ممكن تحطوا كاري باودر او شطه. اظبطوا الملح والفلفل وكده التتبيله خلصت. هنحط الفراخ في الصينيه وهنحط معاها كل الخضار وهنقلب معاهم التتبيله كويس، ونغطيها بفويل وندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 من ساعة لساعة ونص. بعد ما الفراخ تستوي هنشيل الفويل عشان الوش يتحمر. هتاكلوا أحلى صينية فراخ. اعملوا جنبها سلطة ورز أبيض، يبقى الغدا خلص. لازم تجربوها.